شيكوبانزا امبارح كان فايق ورايق ومركز، واول مره اشوفه بيدافع ويهاجم ويعمل كمان اسيستات. دي حاجه جديده بالنسبه لي. تمام. فهنا تعالوا نشوف حالات شيكوبانزا امبارح. احنا في الشوط الثاني كنا يعني لعبنا كان مبني على التحولات الهجوميه. التحولات الهجوميه اللي كان بيبتديها خوان بتزيرا معاه الكوره ناحيه اليمين. شوف بقى شيكوبانزا كان جاي من ورا بالدفاع. خلي بالكوا شيكوبانزا اللي عليه سهم جاي من الدفاع وضرب سبرنت ماشي مع مين؟ خوان بتزيرا اهو بعد في السهم اهو. شوف بقى يا معلم هنا اللي عليه سهم برضه شيكوبانزا ضرب سبرنت على الوينج اليمين عشان الكرة تتلعب له من خوان بتزيرا في المساحة. هنا خوان بتزيرا هو فاهم دماغ شيكوبانزا، عارف يعمل ايه. شيكوبانزا خد الكرة وهيلعبها تاني لاخوان بتزيرا، هتشوفها في الصورة اللي جاية. بص يا معلم هنا اهو اداها برضه لاخوان بتزيرا في المساحة، بس هنا للاسف التكتل على خوان بتزيرا خلى الكرة منه تقطع. بس هنا شوفوا جاي من الدفاع وضرب سبرنت ناحية الوينج اليمين وفضل مساحة لاخوان بتزيرا اداها له. بجد يعني اول مره اشوف شيكوبانزا بالفوقان ده. الحاله الثانيه بقى هنا بقى ايه؟ صنع فرصه هدف لمين؟ لفتوح. وهنا باول حاجه شوف السهم على مين؟ على شيكوبانزا. شوف الكره مع لاعب بيراميدز. شوف هنا هيضغط على لاعب بيراميدز. شوفوا الصوره ديت وشوفوا الصوره الجايه كمان. شوفوا الضغط. شوف اهو بيجري على لاعب بيراميدز بيضغط عليه. هنا خد منه الكوره ولعبها لفتوح. شوفوا يعني ضغط. يعني اول مره اشوفه كده. انا اول مره اشوف شيكوبانزا كده الصراحه. بيضغط على اللاعب غلطه خد منه الكوره ولعبها لفتوح وخلاه انفراد. بص يا معلم خلاه انفراد. خلاه انفراد وفتوح يعني المفروض كان يعمل احسن من كده بكتير. يعني اي زاويه فتوح ارضي شكرا، بس هو حطها يعني بصوره قويه شويه. شلناه وشالها. بس هنا برضه بقول لكم اهو صنع هدف من الضغط. بص يا معلم ادي اهو شيكوبانزا هيصنع كمان جون لناصر منسي. شوف هنا شيكوبانزا خد الكوره برضو بالتحولات الهجوميه. احنا اصلا كان لعبنا في الشوط الثاني مبني على التحولات الهجوميه. شوف يا معلم اهو شيكوبانزا اهو في نص الملعب. شوف بقى هيعمل ايه. انت متخيل شيكوبانزا شوف كان فين؟ عند خط الوسط بتاعنا قاعد يجري باللعيبه بتاعت بيراميدز لحد ما وصل للنقطه دي. شوف كم واحد عليه ولعبها لمين؟ ناصر منسي. اهو ناصر منسي ناحيه الشمال لعبها له وخلاه انفراد، بس للاسف ناصر منسي حطها في ايد الشناوي على ما اعتقد او طلعت بره. يعني شوف صنع جونين وفي نفس الوقت كان بيضغط وفي نفس الوقت كان بيشارك في الهجوم. يعني ده انا اول مره بجد اشوف شيكوبانزا في الحاله دي، من اللي هو لاعب عارف دوره، عارف نازل يعمل ايه، مش عشوائي. مش زي ما كان عشوائي، لا هو عارف ادوار معينه نازل يعملها. ودي الحاجه اللي بتمناها فيه. هو لاعب كويس بس محتاج عنده الصواميل تتظبط شويه. هو لاعب عنده مهاره سرعه كل حاجه، بس للاسف عايز يتظبط شويه، عاوز سوفت وير جديد مش اكتر من كده ولا اقل. بس بجد اتمنى اشوف شيكوبانزا بالمستوى دوت على طول، مش ماتش كده واقلب. اتمنى.